السلام على الجميع. أنا كنت أفكر أوقف سلسلة تسجيل الفيديوهات التثقيفية، لكن فجأة تلقيت اتصالات وبعد القناة برضو اللي أنشئت أو هي قديمة، قناة جيدة ونسبة مشاهدة وكثيرة، قلنا لابد نستمر واجب وطني لأن المرحلة حساسة جدا. كان دائما هذا الموسم هو موسم استرزاق، فرصة لتكرار ابتزاز اي مرشح جديد، اي نائب، طبعا احلى حاجه العضويه يجوا يركبوا الموجه يدخلوا مع القائمه. الان اللي عايز اوضحه للجمهور الكريم انه الظروف هي المال كان مع العيسي واللعبه مع العيسي، اللف والدوران والتزوير، كان تفتقد العيسي فقط اللي هي نجاح الفكره والمخطط وقله الوعي. بسببكم بفضلكم انتشر الوعي وجت الرد من الانديه. حتى الان اللي حجيب ملاحظه قويه، المذكره حقالي صنعاء المضحك، انت لما ترفع الاتحاد تطلب التاجيل، اولا انت مقاطع قبل يومين، كيف ترفع مذكره؟ كانت خدعه من عبد الوهاب الزرقاء. الرد يجي بعد اسبوع لا يقل عن اسبوع، الرد كان بعد ساعه. ركزوا يا شباب، بعد ساعه يعني مبيت العمليه. ثم لقت ردة الفعل انديه صنعاء واهل صنعاء. انا واثق الان انه في الطريق انه بتلافي تصحيح المذكره الخطا من محمد الريمي. عامل السنه يلعب دور كبير. محمد الريمي هذا كان من المناهضين للعيسي، والعيسي سعى لتوقيفه انه ما يدربش اهل صنعاء وانديه كثيره. عايز انا اوضح لكم انه الظروف تخدم العيسي كانت، الان العكس تسيء له. الان مع قرار جديد جاهز انه لو ما وقفوش جمعان عن حضور دخول نادي الوحده اللي هو بيته الاول والمؤسس حقه والاب الروحي، انه بيتم اقاله رئيس فرع اتحاد العاصمه راجح القدمي. راجح كان رده جيد، قال لاحمد العيسي: يا احمد العيسي تعال انت نفذ القرار وقع على الرجال. هذا موقف يحسب لراجح القدمي. قال لهم انا قرار اقالته جاهز. طبعا هو يقول انه هذا البديل معه، مش انت تتكلم عن انتخابات، كيف الان بتعمل قرار وتشق الصف زي عدن؟ اليوم انا ادعو كل جماهير اليمن وصنعاء التوجه الملعب الوحده، الاستفتاء عن العيسي ترحيله، وقبل ان يكون انه استفتاء على الاجماع من بيكون البطل الجديد. ان شاء الله اليوم حيحضر شروق احمد دايل، حتحضر شخصيات مهمه. عتبي الوحيد على الاستاذ امين جمعان لازم توصل له الرساله هذه. ليش انا انديه امانه العاصمه كانت بتمرد عليك مثل 22 مايو وعقليه علي البلوي المضطربه؟ انه كان السبب انت سمحت للجنه المنظمه انها تعبث بالنتائج، وسمحت المشاكل اللي حصلت 22 مايو من انسحابه، فرساله عتب. وبنفس الوقت نشكر نادي اليرموك اللي تقبل الظلم واستمر في الوقوف معك. وانا اقول لك الجمهور يوصل رساله: ايش فائده نبعد العيسي نجيب جمعان لو هو بيقرر نفس البطانه، بيجيب عادل هاشم، بيجيب نبيل الانسي، بل بمعنى الكلمه. مش عيب التراجع عن الغلط وتصحيح الوضع، ونلتقي كلنا اليوم في ملعب الوحده. وحقول لكم انه الاتحاد هذا منتهي بفضائحه الجديده، وانه ما فيش دوري على مسؤوليتي، ما فيش دوري لا يوم 15